علاش اذا بغيتي تنجح في الانترنت خصك ديكونيكتا منه. اغلبيه ديال الاصدقاء كنجيو محمقه وهبيله ومن كوكب اخر ملي كنقول لهم ان واحد من اعظم الاسرار اللي خلاوني نحقق نتائج من الانترنت سواء في صناعه المحتوى او في التجاره الالكترونيه هي انني نستثمر في الخلوه والعزله والتامل اكثر من داكشي اللي كنجلس امام بيسي. كيفاش؟ اكبر خطا كنرتكبه هو اننا كندخلوا الانترنت وحنا ما عندناش واحد الرؤيه واضحه على اش كنقلبوا عليها بالضبط، فتكون النتيجه اننا كنتلفوا في وسط من ما لا نهايه من المعلومات. فيديو كيرميك الفيديو، تتقاذفنا الاخبار والاحداث كما تتقاذف ارجل اللاعبين كره القدم. والدينا وجدودنا اللي عاشوا فتره قبل الانترنت كانوا كيضربوا مسافه طويله باش يلقاو كتاب، يلقاو معلومه اللي كيهبط عليه هبطه واحده من الصفحه الاولى حتى الاخيره ويسجل منه اهم النويطات اهم الفوائد. عكس حنا اللي كنلقاو قدامنا مئات الكتب PDF اللي ما قرينا منها حتى كتاب، ومئات الفيديوهات والكورسات والمحاضرات اللي ما كملنا فيهم حتى دوره. وهذا الشيء علاش حنا في هذه الوقيته محتاجين اشد الحاجه الى تصفيه الذهن من الشتات المعلوماتي وضجيج الاخبار والاحداث. الشيء اللي حفزني ندير هذا الفيديو هو انني لفت انتباه المشاهدين الكرام لاهميه الابتعاد عن الشبكه العنكبوتيه لمده طويله، واللي الهدف منها هو اولا توفير الطاقه الذهنيه، تقويه التركيز، اعاده برمجه عقولنا على التفكير الصافي الغير متاثر بضجيج الاخبار وضجيج الاخرين. رابعا خلق جو ملائم للالهام وولاده افكار ابداعيه جديده. خمسه فرصه لمعرفه النفس اكثر والتعرف على نقاط قوتها وضعفها. سادسا كتابه الافكار وغربلتها وتنظيمها من الاهم للمهم. هنا ملي تكون التزمتي بالابتعاد عن ضجيج الانترنت لمده طويله، قبل ما تدخل ليه كنصحك انك ديما تبدا تشد ورقه وستيلو وتكتب شنو باغي بالضبط. واش باغي نتفرج في فيديو مفيد؟ شكون هو؟ باغي نتيليشارجي دوره على يوتيوب؟ شكون هي بالضبط؟ باغي نتيليشارجي كتب صوتيه او رقميه؟ المهم حدد الهدف ديالك بالضبط يكون واضح، وخشي الورقه في وسط من الحاسوب كما كندير شخصيا او كنلصقها في الهاتف ديالي. ملي كندخل الانترنت كنكون واعي ان جميع المؤثرين والمؤثرات كيتخاطفوا على الانتباه ديالي، وكل واحد فيهم كيهدف انه يشدني بالفيديو ديالو اطول مده ممكنه. انت في حرب مع فريق محترف في علم البيانات وعلم النفس والاعصاب والذكاء الاصطناعي والتسويق وفن الاغواء اللي كلهم كيتخاطفوا يشدوك في الويب اطول مده ممكنه باش ياخذوا منك اكبر قدر من الداتا باش يثيروا فيك بقرطاس الاعلانات. شد سيدي ديك الورقه وكتب فيها المهمات اللي خاصك تقضيها في الانترنت. واحسن حاجه هي كما كندير شخصيا بلاصه ما نشوف الفيديو اونلاين كنتيليشارجي على شكل دوره في الحاسوب وكنتفرج فيه بلا ويفي بلا كونيكسيون باش كناخذ منه اكبر قدر من الاستفاده بلا ما تلاهيني ضجيج الاشعارات. الانترنت بالنسبه لي داير بحال شي سوق اللي كنمشي ليه مره في الاسبوع كنتقدم منه داكشي اللي محتاج واللي غيكفيني السيمانه كامله. وختاما حنا فعلا جيل محظوظ بسبب توفر المعلومه، واي حاجه كنقلبوا عليها نقدروا نلقاوها بضغطه زر واحده، ولكن سرعه الحصول على المعلومه خلاتنا نطيحوا من القيمه ديالها وما نقدروهاش حق التقدير ونبداو ناجلوها، لاننا كنقولوا معليش اذا ما تعلمش اليوم تعلم غدا. ماشي بحال شحال هادي كتشد كتاب من عند صاحبك لمده سيمانه وكيخصك تهضمه قبل ما يقول لك ردوا ليا. وبالتالي النصيحه الختاميه من هذا الفيديو هي كما الماكله الصحيه اذا كثرنا منها كتولي ضاره، كذلك المعلومات واخا تكون مفيده ونافعه وهادفه اذا كثرنا منها غنصابوا بالتخمه المعرفيه اللي غتخلينا مهددين اننا نتقياو المعلومات بسرعه اكبر من ديك السرعه اللي شارجينا دماغنا بهم. النجاح في الانترنت اصدقائي صديقاتي هو نجاح في التقليل من المعلومات اللي كيستقبلها دماغنا كل نهار، والتركيز على اقل قدر ممكن من المعرفه التطبيقيه باش كنعطيو فرصه لراسنا اننا نطبقوها. الخلاصه ملي تكونيكتا تيليشارجي دوره واحده ماشي 10، ديكونيكتا من الانترنت تكونيكتا مع الدوره طبقها حتى تساليها وتعمق فيها مزيان، عاد دوز المهمه الثانيه وهكذا. كان معكم أستاذ الكيمياء والكاتب المغربي الملقب بفاينبرت، مؤلف كتاب غير حياتك في 70 يوما. Thanks for watching and see you in the next video. Peace.